برشلونة تغيير سيتم. كريستيانو رونالدو وسم كريستيانو في الكامب نو، ليس من اللاعبين مع مدريد بين اسينسيو واسكو وكريستيانو، وداخل منطقة الجزاء تسلل على رونالدو، تسلل على رونالدو في اللقطة الماضية. هدف يسجل كريستيانو لكن يلغى بداعي التسلل. نعم، يعود مرة أخرى لسيرجي. أي هجوم، أي اندفاع، أي ضغط، أي محاولات، أي برشلونة، أي ليوب، قوية من ليوب، وسواريز ركلة جزاء. ماذا؟ نعم ركلة جزاء لبرشلونة بعد ضغط رهيب للبارسا، بعد هجوم رهيب للبارسا. يحصل سواريز على ركلة جزاء، يعود البارسا لأجواء المباراة الآن، عند الفرصة ليتعادل من علامة الجزاء بطاقة صفراء. ضيع بوسكيتس الهدف، بالتأكيد ميسي يحاول أن لا يضيع هذا الهدف لبرشلونة. دراما، ويا لها من إثارة، يا لها من إثارة، ويا له من انتظار. ليو ونافاس، ميسي ونافاس، ليو يعود ميسي وتعود برشلونة. نعم، يسجل ليو في مرمى ريال مدريد في الكامب نو من علامة الجزاء، وعودة الروح والابتسامة والفرح لمدرجات كامب نو بهدف التعادل من جانب ليو. شوفها من ميسي يبحث عن سواريز، طويلة خلف المدافع، ذكية للويزيتو. سواريز يلعبها بالكعب، جميلة راكيتيتش، لكن الدفاع. يا إلهي على الكرة الأخيرة، على المرتدة، على الانطلاقة، على اللمسة، على إسكو، على التمريرة نحو كريستيانو، خطيرة لريال مدريد. 1 على 1، رونالدو مر يلعب كرة كالما. كريستيانو الكبير في اليوم الكبير، يا له من هدف يا رونالدو، يا لها من ضربة يا رونالدو. تبا لك يا كريستيانو، قلب الصغير لا يتحمل. شوف اللقطة الرائعة، شوف المرتدة، شوف اللمسة من إسكو والمرتدة السريعة. وين بيكي ذهب أدراج الرياح، وينها الكرة بعيدة في الزاوية المستحيلة، لا مستحيلة عند رونالدو. هدف ثاني لريال مدريد في ملعب كامب نو مرة أخرى، الأرض المفضلة لكريستيانو اللي سجل فيها أكثر مما سجل في برنابيو على مستوى الكلاسيكو. واحدة من ليو وإن كانت من علامة الجزاء، واحدة من كريستيانو من ضربة رائعة جدا، وبطريقة يحتفل صاروخي ماديرا. أنا هنا ومدريد هنا، يسجل كريستيانو، يتقدم ريال مدريد. لوكاس اللاعب القادم في تشكيلة زيدان، التغيير القادم. هذا هو الفرق، لأنه البارسا ما عندها الكثير من الخيارات في الدكة لفريق فالفيردي. على أي حال، لوكاس يأخذ مكان جارث بيل، والمباراة تعود لمصلحة ريال مدريد. حاول من جانب اسينسيو، مر اسينسيو يلعبها بينية خطيرة لكريستيانو، عدى وبعد ذلك طالت عليه، وحكم المباراة إلى ماذا يشير؟ انذار ثاني وطرد لكريستيانو رونالدو. نعم، حكم المباراة اعتبر انه تحايل، تمثيل من كريستيانو، يستحق عليه انذار ثاني، وبعد ذلك يطرد في هذه المباراة كريستيانو. يا إلهي على القرار من جانب حكم المباراة. شوفها من أمتيتي، وبعد يستعيدها مرة أخرى لكن بالخطأ إلى لوكاس. مشروع مرتدة لريال مدريد، فاسكيز معها أيضا اسينسيو على الجهة اليسرى، يلعبها لاسينسيو، خطيرة لريال مدريد. اسينسيو يلعب كرة يا إلهي. اسينسيو يا لعيب،
يا حريف، لقطة رائعة، ضربة رائعة، تسديدة جميلة يا اسينسيو. شوف المرتدة، شوف البدلاء ماذا فعلوا في ريال مدريد. لوكاس إلى اسينسيو، بوم. الله يا ولد، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ لقد سددها اسينسيو في المكان الذي تسكن فيه كل الشياطين. يسجل ويقلب الموازين، يؤكد الانتصار. دينيس سواريز بينية، خلصها بعد ذلك كارفاخال، وكارفاخال يأمن عليها. صافرة الحكم تنطلق لتنهي أحداث هذا اللقاء في كامب نو. ينتهي اللقاء، المباراة الرسمية الأولى لفالفيردي بهذه الوضعية.